هذه رسالة موجهة إلى كل واحد فاكرني متكبر أو فاكرني بقيت متكبر. هذه الرسالة موجهة ليك أنت، أيوة أنت اللي فاكرني بقيت بتكبر عليك. والله العظيم أنا مش متكبر ولا هتكبر عليك. هتكبر عليك ليه؟ مش عشان اتأخرت في الرد على رسالة يبقى خلاص وش كده رسمي بقيت بختم كده خلاص بقيت متكبر. ما ينفعش عشان ما ردتش عليك في رسالة يبقى متكبر. يعني ما بجد يعني حاجه بتضايق. أنا اتاخرت عليك في الرد شويه بقيت متكبر. وعلى فكره انا ما بتقلش عليك يعني لما ما بردش على رساله. يعني الحكايه ديت يعني اكيد انا مش بتقل عليك. يعني انت مش انت بتسالني سؤال، وانا اي حد بيسالني سؤال ببقى مبسوط وانا برد عليه لان مبسوط الحمد لله ان انا قادر افيدك بحاجه. ف بص عشان بس الصوره تبقى واضحه للكل، انا باذن الله امتحاني بكره، اول امتحانات بكره. ممكن ما اكون ما ردتش عليك في الرساله عشان ممكن كنت تحت بجيب حاجات. كنت ممكن ابقى مع والدي مع والدتي مع جدتي عشان هي تعبانه الفتره دي، مع والدي في شغله، ومع والدتي بعمل معاها حاجه، مع اصحابي في درس في المدرسه، في درس بره المدرسه، في اي حته. فانا صعب ان انا ابقى شايف رسالتك وما اردش عليها. انا بحس بالذنب لما ما بعملش كده. لما ما بردش على الرساله بتضايق. فيا ريت يا جماعه كل واحد يلتمس العذر لاخوه، عشان انا مش من مصلحتي خالص ان انا اسيب رسالتك وما اردش عليها، انا بزعل. فيا ريت تلتمس لي العذر ان انا ممكن ابقى في درس، في امتحان، بذاكر، في الشارع بشتري حاجات، بعمل حاجات في مشوار، حاجات من دي. وعلى العموم عادي، احنا كلنا اخوات بنفهم غلط احيانا، بس المهم نبقى عارفين ان احنا احيانا بنبقى مجبرين ان احنا قدام الناس كأننا بنعمل الغلط ده، لكن بيبقى في سبيل حاجات تانية. درس النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل ريتاتش للمصورين تاني، انا عارف، وتابع معايا الدرس. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الدرس. انا امبارح في واحد عندي صاحبي اسمه خالد نزل على البروفايل بتاعي قال ان هو عايز ريتاتش لعيبه. قلت تمام قوي، رحت منزل قلت ان بكره ان شاء الله اللي هو النهارده هيبقى درس ريتاتش لعيبه. طب تمام. طلع بقى في فريقين في الكومنتات، فريق عايز ريتاتش مصورين وفريق تاني عايز ريتاتش لعيبه. انا بصراحه احترت وما كنتش عارف اعمل ايه، يعني ارضي انهي طرف من الطرفين، وصعب ارضيهم الاتنين في بعض. فانا مش هرضي طرف على حساب طرف، بالعكس انا هرضي الطرف ده والطرف ده، بان انا اعمل ايه، بان انا ان شاء الله درس النهارده درس ريتاتش المصورين، وباذن الله بعد بكره هيبقى بعد بكره او بعدها بيومين هيبقى باذن الله، طبعا هيبقى ضغط عليا بس مش مهم، هيبقى درس ريتاتش لعيبه عشان ما فيش حد خالص يبقى متضايق ان انا ما استمعتش وما استجبتش لايه طلب. انا امبارح قلت نحسب الموضوع، عايز ريتاتش مصورين ولا عايز ريتاتش لعيبه زي الصوره اللي قدامكم دي. طبعا اغلبيه اللايكات جت، اللايك الاصلي اللي هو الازرق جه على ريتاتش مصورين. فتمام انا هستجيب للموضوع ده، وكل واحد ما عملتلوش ريتاتش لاعبين والله ما تزعل، انا مش هينفع ازعلك لان باذن الله هعمله لك ان شاء الله. تمام. دي الصوره اللي هنشتغل عليها النهارده، هتلاقوها الاصليه تحت في الديسكريبشن عشان في ناس كتير سالتني على ان هم عايزين الصوره الاصليه. دي الصورة الأصلية بإذن الله اللي هنشتغل عليها، ودي مبدعين الصورة اللي بعد الشغل كده، أو ممكن تبقى كده، مش هتفرق، نعمل الاتنين وانت اللي مش عاجبك شيله. فاحنا عندنا الصورة الأصلية وده بعد الشغل. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الشغل ونشوف هنشتغل على الصورة ازاي. أول حاجة هصغر حجم الصورة عشان ما تبطأش معايا. تمام. أول حاجة خد من الصورة كوبي، ان انت تشد الصورة وتحطها تحت كده على علامة الورقة المتنية او تدوس كنترول جي. خش على فلتر كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر ده مش هتلاقيه، انا بقول اهو دي سابع مرة اقولها مش هتلاقيه بس غير في فوتوشوب سي سي 2014، فوتوشوب سي سي 2015. غير كده ما بينزلش مع، يعني لان هو نزل مع الاصدارات الجديدة بس، يعني مش هتلاقيه في سي سي في سي اس 6 وما بيتحملش. تمام. اول حاجه تعالى دايما اللي بنعمله في كل صوره، اللي بيظبط كل صوره، هات الهايلايتس على -100 وهات الشادوز مش موجب 100 لانها هتبقى صعب قوي، فخليها موجب 50، مش كتير 50 كمان، ممكن نخليها 40، موجب 40. ودوس الت
وتعالى عند مؤشر الوايتس اللي مكتوب جنبيه وايتس، وامشي ناحية اليمين وانت دايس الت، هتلاقي الصورة اسودت لحد ما يبص، لحد ما تلاقي نقط البيضة ابتدت تظهر كده اهو. شايف النقط اللي في النص دي؟ شيل. هو ده النتيجة، الدرجة اللي احنا عايزينها. دوس الت تاني عند الاسود، بس هاتها ناحية الشمال لحد ما تلاقي اسود ابتدى يظهر كده. اوكي، دوس اوكي. تمام، بقى عندك النسخة دي. تمام. ايه الهايلايتس؟ في واحد سألني قبل كده ايه الهايلايتس اللي احنا بنقللها دي. الهايلايت اللي هي المناطق دي، شايف الشمس اللي تبقى قوية في مناطق معينة دي. لما بتقلل الهايلايت يعني بتقلل حدة الشمس او حدة الإضاءة الزيادة عن اللازم، فبص بتبقى كده، هدت الدنيا شوية. طيب تمام، خد كوبي من الصورة تاني، كنترول جي او كنترول ت، واعمل زوم، وهات افضل اداة تنعيم بصراحة بالنسبة لي هي، تعال عند الفرشة، دوسة تقيلة عند ما تلاقي الميكسر برش تول. تمام. الويت 20، اللود 20، الميكس 20، الفلو 18. وعلم على دي بس، لو لقيت الاتنين متعلم عليهم شيل العلامة دي وخلي العلامة دي بس. طيب تمام، صغر حجمها خلي الهاردنس او الحدة 0، يعني ناعمة، مش عايزينها تبقى حادة. وما تمشيش كده، ما تمشيش سطر واحد كده، بص خلي لون تاني للبشرة اصلا. انت امشي، اقعد دوس كذا دوسة. لو سامع صوت الماوس؟ سامع؟ تمام. تفضل تدوس كذا دوسة كده لحد ما تنعم، لحد ما تحس ان الصورة بقت انعم معاك وبقت شكلها افضل. وبرضو بعد ما بتخلص بتلاقي كأنها محافظة على شكل مسام البشرة الأصلي، يعني ما خليتهاش سيراميك، لا خليتها سيراميك بس خليتها محافظة على شكلها الأصلي. تمام، تعالى هنا. ويا جماعة شغل التنعيم ده محتاج صبر، محتاج تبقى صبور عليه، زي البنتول بالظبط. محتاج تبقى صبور، يعني مش محتاج اللي تك 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 خلاص الصورة اتنعمت، لا، ما بتتنعمش كده كده كده، باظت مش اتنعمت. ادي كل حاجة وقتها، كل حاجة بتطلع حلوة بالاتقان. اتقن الحاجة اللي انت بتعملها، مش اتقن يعني خليك محترف فيها، لا، اللي اقصده اتقنها يعني اديها حقها، اديها حقها في الشغل، خليها تاخد راحتك، خد راحتك في الشغل، فيه محدش بيجري وراك ولا حد مستنيك تخلص التنعيم وتقوم. يعني طبعا اذا كان عندك امتحانات لازم تقوم. تمام، انا كده خلصت الوش، بصوا الفرق. تمام، تعالى دلوقتي نعمل بسيط عند الدراعات. هنا ثانية واحدة. تمام، تعالى دلوقتي ميكسر براش تول، وافضل دوس كذا يعني ما تمشيش بالفرشة في حتتين مع بعض، حتة فاتحة وحتة غامقة، لان انت يا اما هتلاقيها فتحت الغامقة او الغامقة فتحت، هي. تمام. وبرضه اللي بيعوزوا على فكرة ريتاتش لعيبة، الدروس دي برضه بتبقى مفيدة طبعا. ده مش معناه اني مش هعمل دروس ريتاتش لعيبة ان شاء الله، لا بإذن الله هعمله. بس انت ممكن تستفاد من هنا بالتنعيم، بالتأثيرات اللونية اللي بنستخدمها هنا. يعني مش بس ان انت مش عشان بتشتغل على مصورين يبقى خلاص، لا، انت تنفع تستفاد بكل ده. تمام. ده تنعيم قبل وبعد. تمام، دلوقتي جه ميعاد الدوج اند بيرن او التفتيح والتغميق. خش على edit fill، واختار 50% جراي او 50% رمادي، وخليها soft light، قصدي overlay، اسف. وهات اداة التغميق اللي هي الايد اللي هي شايف ماسكة نفسها ليه كده، اللي هي البيرن تول، وخلي الحدة بتاعتها انا مخليها 18. لازم تبقى قليلة لان الاوفرلاي تقيل، بيحرق الصورة، فاحنا عايزين نعمل شغل هادي بس الاوفرلاي تأثيره احلى.
نبتدي بقى ايه، حد اخففها شوية كمان ل16. تمام. نبتدي بقى اغمق اطراف الوش. تمام كده، اطراف الوش من اليمين والشمال، مش قوي لانها زادت عندي. انا هخليها 16. تمام. وغمق هنا وتحت الدقن وجنبين المناخير. وانت عامل اوفرلاي خليك حذر كأنك بتفك قنبلة. هدي ايدك خالص لان انت كده بتتعامل مع حاجة حساسة قوي، لان الاوفرلاي ده صعب. الاوفرلاي بيعمل نتيجة شديدة، فانت اهدى كده واصبر وهتلاقيها اتعملت معاك ان شاء الله. واعمل هنا منطقة فوق تحت المناخير، هنا المناطق الغامقة دي. تعالى دلوقتي عند الايد، غمق الطرفين الايد يعني حرفينها من حرفين كده، ومن الناحية التانية، وهنا من عند تانية الكوع. تمام كده. ممكن هنا نزود هنا شوية، وممكن كمان نبين العروق بان احنا نغمق حواليها بس مش قوي. كده كده العرق بيبان اكتر عشان بنبقى عاملين له كأنه خليناه بارز. تمام. دلوقتي هات أداة التفتيح وخليه على 19. نعملها على 20 يعني. نبتدي نفتح الحتة اللي ما غمقتهاش في نص القورة ونص المناخير كده. ومن الناحية دي ومن الناحية التانية كده، واللي فوق البق، الخط اللي فوق البق والخطين اللي هنا. وابتدي دلوقتي اعمل الخدين من جوه، مش من الحرفين زي ما عملت في التغميق. تمام. احنا محتاجين نغمق الخد التاني شوية عشان مش مظبوط. تمام. هات أداة التفتيح واعمل في نص الدراع كده. تمام. وهنا عند حتة ما فوق العضلة، ما فوق الكوع فوق، وغمق في النص كده، وغمق الصباع من النص اهو كده. وهات فتح، قصدي انا كل ده بفتح مش بغمق. وغمق الصباع كده. ونسينا كمان حاجة تانية نغمقها، رجل البنطلون نغمقها من الطرفين كده. وخلي في الجنب هيبقى فاتح، في النص قصدي هيبقى فاتح. تمام. نشوف الفرق دلوقتي. اوكي. ممكن نقلل الاوباسيتي شوية، ممكن نخليه 96 او 95 عشان كان زيادة شوية تفتيح والتغميق. ايه الخطوة التانية اللي بعد كده؟ خش هنا على رسمة الادجستمنت واختار سيلكتيف كلر. سيبك من الريد، انزل عند الاصفر وهاته ناحية الشمال. والمؤشر التاني اللي بعديه ما تجيبوش ناحية الشمال اوي ولا اليمين اوي، يعني هات ناحية اليمين بنسبة موجب 12. ودوت لو تلاحظ الشمال بيجيب موف التالت ويمين بيجيب اصفر اوي، فاحنا مش هنجيبه على الاصفر اوي، هنخليه 18. تمام. انزل، مفيش الوان جرين في الصورة، في الوان ازرق لبني يعني. بص كده، بص لون البنطلون بيبان ازاي، فهنخليها على موجب 100. وديت هنخليها على الناحية اللي هي اللبني دي، يعني -100. ودي كمان -100، بتخليه لونه ازرق اكتر. ننزل دلوقتي عند البلو، في بلو في الصورة لون ازرق بقى بجد. بص كده بتبهت الازرق، لكن كده بتخليه باين كويس. و ممكن انت حر بقى تخليها لبني كده او ازرق كده، فانا هخليها مايل للبني. والمؤشر التالت هيخليه مايل للازرق، يبقى كده. مفيش موف الصورة، في ابيض. الابيض هتجيبه يمين هيعمل ازرق، شمال هيعمل ابيض محمر، فهاته على اليمين عشان يدي الضي الازرق بتاع الصورة الجميل. وهاته ناحية، هات المؤشر التاني ناحية الشمال شوية، ده اللي بيظبط بقى بجد.
اللي هو المؤشر التاني اللي بيخليها كده مايلة للموف وكده مايلة للأصفر. فانت هديه شوية كده وخليه -35، وديت تخليها مايلة للأصفر أكتر وكده مايلة للأبيض. انت حر طبعا، أنا خليها مايلة قرب الأصفر. البلاك مش محتاجين أوي، ممكن بس نظبط الأولاني ونخليه موجب 25. اوكي كده، اوكي تمام. ايه تاني؟ ضم كل ده مع بعضه، بس يبقى في لاير لوحده، اللي هو الت كنترول، بص، كنترول شيفت الت اي، عشان يعمل لك لاير فوق بكل الحاجات اللي تحت دي، عشان تشوف بص الفرق. طيب تمام. ايه تاني دلوقتي؟ دلوقتي انا جبت صورة السحابة دي ليه؟ عشان هعمل بيها النضارة، زي ما شفتوا في الصورة التانية النضارة هنا عاملة ازاي. فدلوقتي نجيب صورة السما اهي، صغرها شوية واعمل لها روتيت كده، يعني لفها كده شوية كده تمام. خبيها دلوقتي، قرب عند النضارة، هات البين تول وابتدي حدد عدسة النضارة، حددها بالراحة. وتأكد ان انت من هنا مختار بس عشان يعمل لك تحديد بس من غير شكل. تمام تمام، انا كده عملت، حددت اهو الاتنين. هات دلوقتي اداة الدايركت سيلكشن تول دي البيضة السهم الابيض، وحدد التحديدتين، ودوس كليك يمين واختار ميك سيلكشن، ودوس اوكي انه هيغلى لك تحديد. وانت واقف على لاير الصورة بتاعت الولد، دوس كنترول جي عشان تاخد لينسز النضارة لوحده. بص بقى عندك العدسات لوحدها. ماشي، انت مستفيد ايه برضو؟ شايف لاير السما ده؟ دوس الت، وبينه وبين اللاير العدسات دوس كده عشان يدخل جوه. طب تمام، هاتها فوق كده شوية عشان تبقى باينة في النضارة، وممكن كمان تصغرها سنة. تمام، وتخليها كده. اعمل دلوقتي، خش دوستين عند العدسة، واختار انر بلو، يعني يبقى فيه ضوء جوه العدسة، وخليه لونه اسود، وخلي اللون بتاعه والمود بتاعه من فوق هنا نورمال، وزود السايز شوية كده، بس خفف الاوباسيتي شوية عشان تدي واقعية شوية لشكل النضارة. طب تمام. ايه تاني؟ حاجة أخيرة كده بيعملها دايما فايل، قصدي افكت اللي هو بتاع كلر افكتس برو، اللي هو بيعمل تغميق حوالين الصورة. أنا هعملها لكم دلوقتي من غير الافكت. دلوقتي انت دوس على الادجستمنت واختار جريدينت، وخلي اللون المختار هنا اسود، واختار من هنا راديال، وخليها ريفرس عشان يبقى الغامق هو اللي بره، وزود السكال شوية اللي هو السايز بتاعها يعني، ودوس له اوكي. خلي المود بتاعها اوفرلاي، تلاقيها عملت معاك كده، مفيش مشاكل. خد منها كوبي وخلي المود بتاعها نورمال، وقلل الاوباسيتي بتاعت الاوفرلاي شويه، وضم الاتنين. مع بعض، ان انت تختارهم كده مع بعض. لا اسف، كنترول جي، وقلل الاوباسيتي شويه كده. وتعالى اخر حاجه خالص عند الادجستمنت، واختار كلر لوك اب، واختار دروب بلو ده. هتلاقي عمل لك الصورة كل البلو أبيض وأسود. خليه الأوباسيتي بتاعتها 50%، أو ممكن تقلله يبقى 30%، و تدوس الت كنترول شيفت اي تاني، وتدوس كنترول يو، أو كنترول عين، وزود الزهوان بتاع الصورة شوية، ويبقى كده
تمت. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. دلوقتي تشوفوا الفرق. وممكن كمان تعملها من غير الحركة اللي في الاخر اللي هي التجميل اللي حوالين الصورة ديت، بس انا عملتها عشان في واحد صاحبي طلبها مني فانا عملتها اهو. فدلوقتي ده الفرق بين الصورتين. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم وفادتكم، وما تنساش لو عجبتك تدوس لايك للفيديو من تحت. وده البروفايل بتاعي اللي عايز يكلمني، يوسف محمد بالانجلش على الفيسبوك. وما تنساش تتابع الكورس اللي انا عامله اللي هو تعليم الالستريتور على النت. كورس بينزل كل يوم خميس، وباذن الله اللي عايز ريتاتش لعيبه مش هنساك باذن الله. الدرس هينزل بعد يومين او 3 باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في الدروس الجايه على خير ان شاء الله. سلام.